السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد مجموعة من المشاكل اللي عشناها تقريبا في مدة ديال عام، من الفضيحة ديال الكراطة، وزيد عليها خدام الدولة، زيد عليها جوج فرانك، زيد عليها مفاتيح اللي حرقت راسها وحتى شي واحد ما تسوق ليها، زيد عليها الأطفال اللي باقيين صغار وماتوا وما عرفناش لحد الآن السبب اللي هما ماتوا في الطريق ديال طنطان، وزيد 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 وزيد. اليوم كنشوفوا عاوتاني هاد الحالة اللي غتشوفوا قدامكم. السيد مطحون وطحنوه فين؟ وسط الزبل. اذا انت يا المواطن يا الحقير يا اللي ما كتسوى والو، خاصك ماشي غير تطحن، انت اصلا حنا طاحنينك، حنا المسؤولين طاحنينك في كرامتك، طاحنينك في حياتك، طاحنينك في حقك في الصحه، طاحنينك في حقك في ابسط امور او ابسط حقوق العيش، طاحنينك فيها. عاد تجي انت وتجي تتكلم على حقك المواطن يا الحقير. اذا هاد الديكتاتوريه القمعيه اللي من طرف هاد الناس اللي هما من اولهم من المخزن، ومن الناس اللي عينما نسمعوا هاد التماسيح العفاريت الروينه، حنا ما عندنا ما نديروا بهاد الهضره، سيروا كولوها نتوما والتماسيح ديالكم والعفاريت ديالكم. حنا بغينا واقع، بغينا عباد الله، بغينا حق في العيش. دابا حاليا حنا سمعنا على ان الملك تدخل في الامر ديال محسن فكري باش يتكفل بالعزاء، ويتكفل بشكون اللي قتلو، ويتدخل يعني يتدخلوا مسؤولين. عباد الله حنا ما بغيناش تدخل ملكي في قضيه هذا السيد هذا اللي مات، حنا بغينا تدخل ملكي في حياتنا، راه حنا مطحونين، راه حنا تطحنا في حياتنا، راه حنا بغينا وعباد الله والمغاربه وعامين وانا كنغوت على سبيطار ما حقوش هي المطلب ديالي. ومن الصح منين وحنا تنتكلموا على قبل المستشفى، منين وحنا كنتكلموا على قبل التعليم، منين وحنا كنتكلموا على قبل القضاء، وتجي انت تقول لي حقا بنتي راه رئيس الحكومه، حقا العماري معارضو، حقا راه كاين تماسيح، حقا راه كاين عفاره، كاين الزمر، كاين الزمر اللي كاين اش كاين، كاينين نتوما شفاره بركه ما تكذبوا على الناس. موهتونا وعيقتوا بزاف، غنعطيكم اليوم الحقيقه، ما كاين لا رئيس الحكومه ولا وزاره ولا حتى شي واحد من الناس ما كاينين. غتخليونا منا الملك البلاد، حنا بيننا وبينه يتدخل منا ليه. هادشي اللي خاص يكون، باش تجي تقول لي لا حقا تقتلوا فينا. انا من هذا المنبر راني بلغت الرساله ديالي، وكنقول شكرا لاي مغربي حر وعزيز عليه بلادو وكيغير على بلادو وما غيسكتش. علاش؟ لكلمه الحق. وكلنا هذا السيد اللي مات، وماشي غير هذا السيد، راه حنا نتكلم على ناس ماتوا بزاف وحتى شي واحد ما كيدوي. ما درتش هذا الفيديو باش نقول الشعب المغربي ينوض يخرج ويدوي على حقه بواحد الطريقه همجيه، او لا يدير تخريب ممتلكات الدوله، او لا تخريب السيارات، او لا شي حاجه من هذا القبيل. لا، حنا كنقولوا الشعب المغربي خاصو يطالب بحقه بطريقه حضاريه، بطريقه يعني كتهز من قيمه المواطن المغربي اللي فاض الكاس ديالو، واللي عيا ما يدوي، واللي عيا ما يعبر، وعيا ما عرفت شنو غيدير، فين غينفجر كاع. ولكن حنا هذا الشيء كله ما نخليوش واحد السيد بن كيران كيقول يعني الاتباع ديالو لا نتوما ما تخرجوش، وكينوض السي العماري وكيقول لهم لا غتخرجوا. الشرفه هذا راه ماشي، هذا راه شعب، هذا ماشي الدبانات ولا حشرات. حنا باش تبداو تقولوا هذا الشعب اللي طالب بالخروج ديال الشعب، طالب بخروج الشعب. اذا حنا اولا ما كنعترفوش بالاحزاب اصلا، ما كنعترفوش بكم، وما بقيناش كنحملوكم، وما بغينا نسمعوا لكم حتى شي اخبار. اذا دخلوا سوق راسكم وخليوا الشعب يطالب بالمطالب ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.